تعرف هذا الاسم. كيف تحصل على هذه الاموال؟ والحقيقه السيد الرئيس هذا دوسي يعني ملف قديم يعني لا مش ملف قديم، هذا ملف جديد يتعلق بهذه السنه 2023. صفر معاملات. عندي طنبور ما خلصش. اي ما خلصش، وياخذ ويزيد ياخذ قرض باش يخلص نسبه الفائده. لا هذا موثق على كريديت كونسوليداسيون. شوف الوثيقه يعني لو مونطون اللي قريته لك انا توا هذاك اي شوار اي ان بيي والواحد بون يلزم من الدوسي كله تمدوه معناتها لا ريلاسيون الكلي لو دوسي نتاعها الكل كامل. معناها هل تقبل اي مؤسسه مصرفيه؟ لا هذه الارقام موثقه وكل هذا جزء فقط، هذا جزء معناها غيض من فيض، جزء فقط. وعالج جيدا التفاصيل يعني تم النظر في التفاصيل، وتمت الاستعانه بالخبراء في لجنه التحاليل الماليه للنظر في هذه الملفات. ثم بعد ذلك يقال ان الدوله على وشك الافلاس. صغار الفلاحين يستغيثون، الجوائح والأمطار التي شحت هذه السنة إن شاء الله ربي يعطينا الماء، ولكن أليست هذه ملفات فساد؟ كيفاش واحد يحصل على عشرات المليارات ثم يقترض من جديد لخلاص اصل الدين 2023 مش 2018 2023. وهذا فضلا عن البنوك الاخرى ايضا، هذا جزء كما قلت قليل، فضلا عن البنوك الاخرى تعرفون الاسم وتعرفون امامكم الاسماء، لا اريد ان اذكرها امام وسائل الاعلام ولكن امامكم الاسماء. هذا من غير الاسماء لان ديبي سوفاج سونز اوكين غارونتي، سونز اوكين غارونتي. لو كان الامر يتعلق بشخص لا بالاقتناء او شراء شقه في ذلك الوقت بطبيعه الحال كل الضمانات لابد من رهن الشقه، ثم بعد ذلك كمبياله، ثم التامين على الحياه، وتعرفون الوضعيه الحصول على قرض. هذا ديبي سونز اوكين غارونتي، بدون اي ضمان، وهذا يتعلق بالبنك الفلاحي. نحن اليوم مطالبون بان نطهر البلاد وان نسترجع الاموال المنهوبه، وكنت منذ قليل اتحدث عن الاموال المنهوبه في الخارج، فكيف يمكن ان تنهب الاموال في الداخل؟ اي مصرف في العالم يقبل باسناد قروض دون اي ضمان؟ حساب مدين دون ضمانات، تم غلق الحساب واحاله الملف لقسم النزاعات. الشركه لا اريد ان اذكر صاحبها نفس الشيء لقسم النزاعات ودون اي ضمان، وبطبيعه الحال النزاعات التي تبقى عالقه في مصالح النزاعات. إلى متى وإلى أين؟